لا، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وبكامل الصحة. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، وجعله عيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى العالم العربي كله يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. طبعا أنا قلت المقدمة يا بنت. أنا قلت لا، المقدمة. لا، قلت ما المقدمة. قلتش اللهم صل وسلم. ايه طيب، ما هي اهم حاجه دي. طبعا حبايبي بحبكم من كل قلبي، احلى مشاهدين في العالم كله. كل ام كل ام كده وهي طيبه، عشان في عيد الام جايه يا ولاد. كل سنه وانتم طيبين، كل ام طيبه وربنا يخليها لاولادها يا رب. طبعا حبايبي بقى النهارده احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا النهارده مانيش عارفه هي لا الوقفه ويصبح العيد. الوقفة احنا ايه ها؟ الوقفة. يعني احنا اكيد الوقفه، احنا كده كده طالعين على المقابر يا ولاد النهارده الخميس. وتعيشوا وتفتكروا كده، وكل يا رب يرحم امواتنا واموات المسلمين يا رب، ويدوكوا الصحة جميعا ويرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان، ويفرح كل شابة كده. يعني كل عروسة رايحة تتجوز يا رب ربنا يفرحها ويسعدها، وكل شاب ربنا يصلح حاله. يعني بدعي من كل قلبي للناس كلها يا ولاد، والله بحب الناس كلها يعني الحمد لله يعني. بحب الناس العالم كله، يعني الحمد لله، يعني الناس كلها بتحبني وانا بحب الناس كلها. فكل واحد يا ولاد سبحان الله، انتوا لا تعرفوني ولا انا اعرفكم، بس هو الانسان بيبقى له قبول عند العالم، يعني الناس كده. فربنا يجعلنا يا رب مقبولين عند العبد وعند الرب. طبعا احنا يا حبايبي احنا رايحين نعمل ايه يا حاجه منى النهارده؟ طبعا احنا بقى مجهزين اكل العيد، لا يبقى العيد لا يبقى ايه، يعني هو اكل الوقفه، لا يبقى صباحيه العيد، لا يبقى ايه، لا يبقى صباحية الوقف. لا يبقى صباحيه الوقفه. طبعا حبايبي بقى بحبكم من كل قلبي، وربنا يصلح حالكم كده ويشفي كل مريض من مرضه. يا رب تشفي كل مريض من مرضه. في ناس يا حبايبي والله سبحان الله بتتمنى اللي ياخد اللي وراها واللي قدامها بس يديلها الصحة. ربنا يديلهم الصحة جميعا يا رب، ويشفي كل مريض من مرضه، ويرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان يا رب، واجعله عيد سعيد عليكم وعلينا، ويجعله كده سنة كويسة على العالم كلها يا رب. طبعا حبايبي بقى احنا هنبدأ الأول. طبعا حبايبي بقى احنا معانا ايه؟ معانا هنا ايه؟ فرخة فرخة ونص، انا مش عارف. طبعا انا معايا هنا 4/4 من اللي وراه. تبلتهم ببصل وفلفل وطماطم يا حبيبي عليك، وبهارات انا عاوزة اعملهم. وورقة لورا وحبهان وبهاراتنا، يعني اللي احنا يا بنحطها على بهارات، الأكل. يعني هي تتبيلة الفراخ يا حبيبي احنا عاملينها وهيك، وعملت لك يعني كم مرة عاملينها. معايا هنا بقى مكرونة، رايحين ايه؟ قالوا اللي عاوزين ناكل مكرونة بتاع بشاميل بالفراخ مش باللحم. يعني هنا يعني هنا بنتي التانية اللي معايا هنا دي هي اللي طالباه. يعني هبه اللي طالبه الاكله الحلوه دي. طبعا بقى يا حبايبي معايا هنا طماطم، معايا هنا بصل، معايا توم، معايا ليمونه، معايا صلصه دي احنا لسه شاريينها دلوقتي هي والمكرونه. معايا فلفل، معايا هنا بقى ايه؟ توم بودرة، بصل بودرة، ايوه، بهارات فراخ، كمون وكزبرة وفلفل اسود وزنجبيل وبابريكا وبابريك وورقة لورا وورقه لورا. ومرقة الدجاج. معايا هنا بقى ايه؟ الدكر البط بتاعنا الجميل بتاع العيد اهو يا اولاد. كل سنه وانتم طيبين يا وقرفة. رب. وقرفه. الدكر بتاعنا ده بقى بسم الله ما شاء الله يا اولاد. هنعمله بقى ايه؟ الاكل بتاعنا. طبعا هنا معايا برضو ايه؟ تلات يعني دي ورك بتاع صدراء، لا 3 صدور بس، منهم صدر صغير واتنين كبار، يعني صدر كبير. طبعا حبايبي انا مسكناهم برضو عملناهم، قطعناهم يعني عملناهم بقى يا حبايبي. الفراخ لما يكون انت هتعملها كده يعني حاجه يعني، او تعملها مثلا شاورما بقى، انا مسكتها بقى وهي قطعاه وهي تلج او هي لسه متلجه كده ايه شويه، عشان ايه؟ تملك نفسها. الحتت بتاعتها زي الفل اهي ما شاء الله يعني. يعني هي حتتها كبيره. معايا هنا بقى يا حبايبي دي بقى ايه؟ الطلبات بتاع الشرب. فلفل اسود وورقة لورا وحبهان هنعمل ايه يا ولاد؟ هنعمل ايه؟ وسكر. هنعمل ايه يا ولاد؟ على محتارة لا. احنا قلنا بقى وانا اللي شغالة، يعني هي عليها الطبيخ وانا شغالة. احنا برضو بقى يا حبايبي هنحط نضفنا المطبخ، نضف المطبخ. البلاط البلاط بتاعه برضو كان مصفر لان والبتاع الشفاط ضفناه برضه. الشفاط بتاعنا ده بيدور بالعكس، فهو عكس حكاية. يعني هو ايه؟ اهو حبه كده. احيانا شغال واحيانا لا، لا حسب مزاجه. لا هو مش كده، لا ابوك بيقول لك هو بيدور بالعكس، بدل ما بيدور المفروض يدور كده بينه بدور كده بس.
يعني بيدور بالعكس. مش ده باين اللي شغال تعال السودا. إيه؟ تعالوا بقى ايه نعمل معاكم البط الاول. حطينا هنا معلقه سمنه، هنسيبها لما تسيح كده وبعدين نحط البط. طبعا البط انا ماليش دعوه بيه. هم يعملوه ما ياكلوه ما ياكلوهوش، يعني هنعمل ايه بس هم عاملين فراخ يعني. هقول لك ايه، انت لا سمك مظبطيننا النهارده، عاملين من كل حاجه ولا صنفاه. لا سمك ولا يعني. طب احنا كده دلوقتي افرضي انت بقى ما شاء الله ربنا يصلح حالك كده، ويجي يقول لك يعني العريس اللي يجي بقى متفق اللي هو انت معارف اللي انت ما بتاكليش بط سمك دي. طب مع الوقت ما انت عارفه انت لما تتجوزي مثلا وربنا يصلح حالك يا حبيبي هتاكلوا كل حاجه. والله ما حصل. والله هتاكلوا كل حاجه. هنا بقى حاطين في البطه فلفل اسود اللي هو من جوه برضه. يلا عشان اخلص انا كمان، يعني انت تخلصي اكلك وفطارك وانا لسه ما خلصتش البيت. ما احنا ورانا ما أنا مشوار لسه يا بنتي، ما انا عاوزه نخلص. ما أنا عشان كده عايزه افرش برضه. طبعا يا حبايبنا زي ما نزلت لكم الفيديو بتاع امبارح، فيديو النهارده ده هيبقى لو اللي هو الفطار، وهنعمل معاكم برضو ايه واحنا بنفرش البيت. وبكره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنصلي العيد ان شاء الله يا رب. يجعله عيد مبارك علينا يا رب وعلى الناس كلها يا رب. يجعله عيد حلو كده وما يزعلش حد ابدا يا رب، ولا يدخل لحد غم ولا غم في حياته، ويفرح الناس كلها ويسعدها بصحتها وبعافيتها. اهم حاجه اهم حاجه الصحه يا حبايبي والله. طبعا بقى السنه دي غير اي سنه. السنه دي ما عادش ولا فيها خروجه، هي دوبك هنصلي العيد وهمشي مع اصحابي وهاجي على طول، يعني ولا همشي كده ولا كده. طبعا ف طبعا ايه هدوم العيد السنه دي مش يعني هي حلوه وفي نفس الوقت منها يعني متنوع، واللي طالع فيه ورد كتير والحاجات دي انا مش بحبها. فخليت طقم العيد هجيبه يعني بعد ما العيد يخلص هيكون في حاجه جديده طلعت، فقلت ايه ابقى اجيب جديد. وكده كده عشان عندي فرح بنت خالتي قريب برضو بعد العيد على طول. عندنا فرح في شهر 4 في اول 4. فعشان كده قلت ايه بدل عشان ايه اجيب مره واحده يبقى اجيب عشان اجيب طقم للحنه واجيب للفرح الاتنين سوا. وعندنا فرح تاني في شهر 6 ان شاء الله، هلبس فيه فستان ان شاء الله يعني. طبعا بقى زي ما انتم شايفين البطايه خدت وش في اول ما اتحطت على طول. هاتي بقى الحاجات بتاعتك. اشتغلي بقى وخلاص البطه على ما اخلص وارجع لك تاني. تعالي بقى معاك ايه انت هتعملي الفراخ دلوقتي؟ خلاص ماشي. طبعا احنا متبلينها زي ما قلت لكم. نخلص بقى ايه ونوريكم نعمل ايه. الصينيه ديت هنعملها بقى بالورق الفويان ديت ايه هنقفلها. انت مش انتوا اللي قايلين انا هقف وياك وانت ما هي بتشتغل. طبعا حبايبي هنا بقى مرات محمد ربنا يصلح حالها يا رب ويديلها الصحه ويدي الكل عايز يا رب. فهي قالت ايه انت تقفي معانا، وهم هي وحبيبها اللي عليهم ايه هيعملوا الاكل ده النهارده. شوف مكرونه. ها انا مكرونه. هي بتحب المكرونه، يعني بتحب المكرونه اي انواع مكرونه هي ما شاء الله بتحب. ايه رايك انا ماليش تقول عليها. احنا هناكلها عادي. سبحان الله. انا اكل مكانك يا ماما دقيقه. ماشي يا حبيبتي الاكل تحت امرك انت الكل. ربنا يخليكم ويديكم الصحه ايه وتاكل. ربنا يستر يا ولاد على البوتاجاز. وهنا هنا بقى الذكر بقى بتاعنا ايه هنقشط الشيوخ. مفيش برضو فيه زي بتاع المرة اللي فاتت. هو صبح؟ لا كان في الفراغ، كان في الفريزر. هننزل بقى بالبصل اهو. بصل وثوم. بصل وثوم الاتنين. نعم. هنخلي بقى البصل تحمر ونحط بقى بقية المكونات معاها. نعم يا ماما. هننزل بقى بالفراخ اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها ما نقلبهاش لحد ما تاخد نار.
لحد ما تاخد لون نقوم قلبنا على الوش التاني. دلوقتي هننزل بالبهارات، حابه قايله لكم عليها يعني. قلبناها على الوش التاني وحطينا بقى البهارات اللي انا قلت لكم عليها. هننزل بقى بالفلفل برضو اهو والطماط، ونسيبها بقى ايه لما تستوي براحتها، والفلفل والطماطم وكله يستوي. الوانها زاهيه. سليم بيعين. يلا بقى هنخلصها ونرجع لكم. نعمل بشاميل. دي سمنة على زيت، يعني حوالي 6-7 معالق كده، كتير كتر. وديت 8 معالق دقيق، لكل كيلو لبن 4 معالق دقيق. تمام. شوفوا لي المضرب يا حبيبي، المضرب. دي في واحد تاني غير ده. يلا مش مهم. دلوقتي هننزل ب2 كيلو لبن. ولازم من تحت ما تكونش مكتله معاه. هنقلبها كويس لحد ما قوامها يتقل شويه، ونحط لها البهارات بتاعتها. استعنا بالمضرب التاني. هننزل بقى ملح بايه؟ وفلفل اسود عرفت ومرق من غير ما الدجاج. انت السلكانيه. ايه ازاي يعني؟ عرفت المضرب في البتاع ما ما احنا ما نعرفش مكان. ليه؟ ما هو ما انت عشان يعني هو ست ما البيت عارفه مكان. مين اللي يعمل؟ بنفضل نقلب، ما نسيبوش خالص عشان ما يكتلش مننا لحد ما قوامه يتقل. ان شاء الله بقى نبقى نرجع لو ما رجعناش. نرجع لكم تاني. بشاميل في قربة الصينية، والمكرونة حطينا عليها بشاميل عشان تبقى سايحة وكده. تمام. وهننزل بنص المكرونة. هننزل بنص المكرونه في الصينيه. الصينية. تمام. بس كفاية. 1 2 3. هنفرد بقى يا حبايبنا هننزل الشاورما. ها نحطها كلها. المعلقه الحته الثانيه ولا نحطها بس. هنفردها بقى ونحط بقى المكرونه ونوريكم بقى المكرونه احنا بنحط عليها البشاميل. طبعا حبايبي بقى هنا الجماعة بقى النهاردة ربنا يصلح حالهم، ما تحرمش منهم أبدا. بيقولوا احنا هنخش وياكل في المطبخ النهاردة. أول مرة هنا بقى تظهر لكم إيدينا النهاردة يا حبايبي. حطوا اللايكات بقى النهاردة، حطوا اللايكات للفيديو. حط البهارات. طبعا هي حبايبي تحمر. احنا معانا معانا كركم وكاري كاري وقرفه خشب. دي قرفة خشب. ما انا بقول 2 قرفة خشب وفلفل اسود ولوم. ده بالظبط، ولا مكتر ولا كاري ولا كركم. معانا هنا جزر مبشور. المفروض كنا حاطينها كده، انت نسيتيني ولا ايه؟ لا هو صح. يعني بقى بحطه مع البصل. لا هو دايما بتحط بعد ما تحط البهارات. والله اصل انا ما عملتش الرز ده. الواحد بينسى يا حبايبي. في ناس بتعمله كده وناس بتعمله كده، هما الاتنين صح. همسكه كده. انا اتخبطت خبطه يا ولاد صعبه في صبعي، وقلت اهويه شويه ما ينفعش اهويه. فانا عشان بقى لو لبست الصبع عليه شويه بيقوم عامل. طبعا غسلنا الرز وصفناه من الميه وهنحطه بقى. سبحان الله كل حاجه فيها بركه. هنحط لها بقى يا حبايبنا زي ما انتم شايفين. خلصنا الصينيه هنحط على وشها سمنه بلدي عشان تسيح على الوش. السمنه البلدي احسن من اي حاجه يا ولاد.
احنا اول مره يا ولاد السمنه البلدي احنا ما نعملهاش كتير، ما بحطش جبنه موتزاريلا على فكره، بحط سمنه على طول بس من زمان. السمنه حلوه برضه مش وحشة. عادي حلو. بس خلاص كفايه مش هتبقاش تقيله. نحطها بقى في الفرن ولما تطلع بقى نوريها. حطيتي كام كوبايه ميه؟ حطيت كل ما هي كوبايه رز يبقى لها كوبايتين ميه. طبعا احنا هنعاير الرز بالكوبايه، هي اللي هنعاير بها الميه، هي اللي هنعاير بها الرز. هنسيب بقى الرز والمكرونه زي ما قلنا لكم والفراخ في الفرن والبطه استوت. لسه ايه تاني؟ لسه والله لسه عاوزين نحط البطه استوت ولا ما استوتش. ماشي. حبايبي بقى ايه، احنا بقى جهزنا الفطار بتاعنا اهو. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وتعالى عليكم الايام بخير. طبعا دي صينيه المكرونه البشاميل اهي، والفراخ بتاعتنا المشويه. طبعا حبايبي بقى ايه، حابه كده بقى اما القران يقول هنغرف بقى الفطار بتاعنا. بلاش الشطه دي. حبايبي بقى ده الفطار بتاعنا او اكل العيد هيبقى المكرونه بتاعنا. البشاميل والمكرونه البشاميل تاني والرز البسمتي، ومعانا هنا شوربه ومخلل والفراخ والبطه علشان وعلوا حسكوا في البطه عشان هو ايه ما يضربوني، والمخلل بقى والخضر. طبعا حبايبي بقى ده الفطار بتاعنا، وكل سنه وانتم طيبين. آخر يا حبايبي فطار. واجعلوا عيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كلها. يا جماله يا جماله، كل الناس جايه. خلصنا يا جماعه اهو. دي كنت عايزه اجيب لها مفرش بس ما لقيتش، هبقى اروح المنصوره بقى وابقى اجيب لها مفرش من هناك. طبعا السجاد 100 100 في غسيل يا ولاد، بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا احنا بقى ايه، ومعانا هنا برضو الصاله والاوضه بتاعتي خلصانه بس ايه اهو. ايه رايك؟ الله ينور. خلصنا هنا برضو كله نضيف المطبخ برضو. الدنيا جايه بقى عشان ما نطولش عليكم. طبعا احنا بقى يا حبايبي ده كده بقى الفيديو بتاعنا النهارده. نشترك بقى في اللايك والاشتراك عشان نقدم كل جديد. بحبكم من كل قلبي يا احلى مشاهدين في العالم كله. السلام عليكم يا حبايبي.